نصيحة تمجي من عند عم رمضان. هو أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم بعد الماء. التاي نبتة موجودة في بلدان آسيا كما الهند، سيلان، أندونيسيا والصين، وتختلف شعوب العالم في طريقة إعداده باختلاف الثقافات. ينجم يكون أخضر ولا أكحل بعد التخمير. خاصيته الكبيرة احتوائه على مادة الكافيين المنبهة، لكن بنسبة مرتين أقل من القهوة. في التاي فما الفلافونويد المضاد للأكسدة واللي يحمي القلب والشرايين من الكوليسترول والدهون اللي في الدم. من المنصوح شرب التاي الأخضر خاصة لأنه يحافظ على خاصياته الطبيعية، مش أكثر من مرتين في النهار وساعة بعد الماكلة تقريبا، خاطر مادة التايين تنجم تأثر على نسبة الحديد الموجودة في الدم. في رمضان كاس تاي أخضر بالنعناع بعد الماكلة بوقت، ولا تاي انفيوزيون بالليزاروم ناتشورال يساعد الجسم على الاسترخاء والهضم. التاي زادة أحمر ولا أخضر ديما موجود مع حاجة حلوة باش يرافق سهرية رمضان. شاي طيبة ونتلاقاو غدوة في نصيحة جديدة من عند تمجي.